بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم في يوميات أماني وعلاء. النهاردة بقى هنعمل ممبار وهنعمل فخدة ضاني. أول حاجة بقى ضربت الطماطم بالبصل علشان الممبار. أول حاجة بقى هنزل التخديعة بتاعتنا بقى اللي هي ضربت البصل، وفي الممبار بالذات بضرب البصل مع الطماطم وحطيناها بقى وهنسيبها تتسبك، وبعد كده هيبقى نتبلها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الممبار بتاعنا اهو الممبار اهو، وادي الخلطه بتاعته، الخلطه بتاعت الممبار اللي هي ليمون وميه وملح، مش اكتر من كده، ودقيق. شايفين اهو ده بتقول دقيق اهو. شوفوا زي ما انتوا حاطينه كده. وابتدي هنا بقى ادي الممبار قلبته وحطيت له الملح والليمون، ملح وليمون ودقيق وشعره كربونات صغيره، وهسيبه بقى عقبال التخديعه واخلط الخضره واجهز الفخده. تعالى بعد ما وريتكم الممبار هخش بقى على التخديعه. فلفل اسمر اهي، فلفل اسمر اهي، هنحط فيها فلفل اسمر. هنحط بقى شويه كزبره، شويه ملح، ملح اهو، وشويه شطه صغيرين. هنحط شويه شطه صغننين اهو، شايفين؟ شويه شطه تيجي بقى نقلب اهي. اتسبكت ازاي؟ شايفين؟ وتقيله وجميله ازاي اهي زي ما انتم شايفين اهي. هنسيبها بقى ونطفي عليها. خلاص غلت، تبلتها بعد ما اتسبكت. هروح طافيه عليها. بصوا بتبكبك ازاي اهي، شايفين اهي. هطفي بقى عليها. ادينا بقى هنعمل الفخده الضاني. احنا الممبار دلوقتي جهزناه وسبته بقى في منقوع. دلوقتي بقى هنشتغل في الفخده الضاني دي. شايفين الفخده عامله ازاي؟ ما شاء الله. اول حاجه هروح هعمل فتحات كده، فتحه زي ما انتم شايفين. هروح حاطه فيها فص الثوم اهي، الفتحه واروح مدخله فيها فص الثوم. هندخل فيها فص الثوم زي ما انتم شايفين اهي. هنعمل فتحات وخلصها ونرجع تاني نعمل فيها فص الثوم. بصوا زي ما انتم شايفين كده، نغرزها ونملاها اخر حته اهي. شوفوا السكينه، هروح حاطه الثوم، خلاص كده عملتها من جوه ومن بره كده. بقى همسك هنا البصل ده مبشور ده عليها زي ما انتم شايفين. احط عليه شويه ملح وفلفل، احط عليه شويه ملح، شويه فلفل اسمر، احط عليه شويه ملح، قطعة البصل دي والفلفل. همسكها بقى كلها كده كلها من هنا. التوم طبعا حطاهم من هنا من اليمة التانية. شايفين بقى، شوفوا مغرزاها كلها معاكها بالبصل وفي ملح وفلفل معايا بقى بطاطس الارضيه وبطاطس، ومعانا البصل اهو. بصل دي الارضيه اللي تحت الفخده اهي. وبقى هحط شويه ملح، فلفل اسمر،
كل ده بقى هنقلبه في بعض. كل ده بقى نقلبه في قلب بعض، نقلبه كويس في قلب بعض. نقلبه كويس في بعض اهو. هو لسه دي كده حاجه علاء صح؟ همسك كل الكلام ده دي هتلاقي تحتها كان عليها الفرخة. شايفين؟ زي ما شايفين كده كان عليها ايه الفرخة. شايفين اهو كده. شايفين بطاطس وبطاطا وبصل وملح وفلفل اهي. وهنحط لها كوبايتين ميه وهنقفلها بالورق الفويل وندخلها الفرن، بس هحط فيها كوبايتين ميه واسيبها بقى ساعتين في الفرن، واقول لكم خدت قد ايه، ساعتين او اقل. ادي اهي كوبايتين ميه هنفضل كده كوبايتين ميه رشه زيت زيتون بقى جميله كده، زيت زيتون. بعد كده بقى هنقفلها الاول، هنعمل الورقه دي كده الاول. شايفين كده ورق الزبده كده هفردها. شايفين نغطيها قبل ما نحط الورق في الفرن، نغطيها قبل ما نحط الورق في الفرن عشان الورق الفرن ما يلمسش الاكل. شايفين كده كده هنحط الورق الفرن. الورق الفرن بقى هنقفل عليها بالورق الفرن كده شايفين. هنقفل عليها بالورق الفويل كده. شايفين نقفل عليها كويس خالص. شايفين اهو. وهندخلها الفرن ونسيبها لمدة ساعة. أول ساعة هكشف عليها وأشوف شكلها، وبعد كده هسيبها تكمل سواها، هبقى اوريكم شكلها. ادي المنبار اهو معايا انتوا شايفين اهو. ادي الام اهو الام ماسكه الام اهو ماسكه عندي كده انتوا شايفين. بصوا بقى كده انا بصوا في ايه تيجي بقى اكشن. بصوا عشان انا سنداء بس ما تشوفين تيجي بقى ماشي. شوفين دي تبقى ماسكه حاجه عليه من تحت، ده منبار ضاني. شايفين ادينا بنحشي الممبار الايطالي اهو. بصوا برضه بنبططه زي عادي خالص. ومن هنا بصوا انا بعمل بالمعلقه بصوا عشان اشد لتحت وينزل الرز. بصوا اهو شايفين. بصوا بروح مثلا كده منزلاه اهو
راجع تاني اهو، شايفين؟ عشان هو بيبقى رفيع خالص اهو، شايفين؟ 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 اهو اهو لحد ما نخلص. شايفين؟ ممكن نبص كده بالمعلقة زي ما انتم شايفين. شايفين؟ نشيل لما ده بيتقلي. شايفين؟ باخده على تحت كده، لازم يبقى زي التاني. شايفين؟ منبار اهو، ده منبار ضاني، ده منبار ضاني. شايفين؟ اهو نفضه كويس كده زي ما انتم شايفين. شايفين شكله عامل ازاي اهو. شايفين المنبار بتاعنا؟ شايفين؟ المنبار لما اخلصه هنعمل واحد تاني اهو. شايفين المنبار؟ شايفين رفيع ازاي؟ شايفين شكله رفيع ازاي؟ شايفين رفيع ازاي اهو. ابتدي بقى احطه اهو زي ما انتم شايفين، رفيع ازاي وجميل اهو اهو. شايفين رفيع وجميل ازاي؟ الميه تغلي ابتدي احط، ابتدي هو يقفل، هو هيقفل. بصوا هو المنبار بيقفل في الميه. انا بقى لما يستوي هطلعه واحمره واوريكم شكله في الاخر بيبقى شكله ازاي. شايفين رفيع كده وجميل ازاي؟ ده منبار ضاني مع الفخده الضاني عملته، وهوريكم لما اخلص. هنفتح مع بعض اهو، ده بعد ساعه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نفتح اوريكم. الله اكبر الله اكبر. شايفين؟ شايفين؟ شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. هحط لها كوبايه ميه وهدخلها تاني. ده هي استوت، اللهم صل على النبي. هي استوت بس هحط لها شويه ميه كده صغيرين وادخلها بقى بدون حاجه عشان تحمر، عشان تحمر. ايه رايك يا حاج علاء؟ دوق كده وقول لي ايه رايك في صراحة يعني دوق بقى بجد. اللحمه بقى مستويه ولا يعني زي الشيف براك يا حاج علاء؟ تسلم ايديك. والتتبيله الممبار بقى ده منبار ضاني. الممبار عجبني اول حاجه. الممبار ضاني تسلم ايديك. وعملنا شويه رز. العيال عملنا شويه رز والدقوس هما بيحبوه دايما مع الممبار. تسلم ايديك يا المستر. اوعى وشك يا حاج علاء، اوعى وشك، اوعى وشك. شايف البطاطا مستويه ازاي؟ والبطاطس بص البطاطس كده يا حاج علاء، اغمس فيها المعلقه. دايما شايف؟ هي قعدت ساعتين ونص في الفرن. التتبيله دي هتعجبكم قوي، تتبيله الفخده والتتبيله والارضيه بتاعت الفخده. ومش عايزه اقول لكم بقى ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتنا. مع الف سلامه.